طبعا كلنا شفنا بيان النادي الأهلي اللي بيطالب فيه بسرعة استخدام خبير أجنبي لإدارة منظومة التحكيم في الدوري المصري. وده بعد للأسف استمرار كوارث تحكيمية شفناها في مباراة بيراميدز وسموحة، وشفناها أيضا في مباريات أخرى. مش عايز أتكلم على عشان محدش يقول الزمالك أو مباريات الأهلي، كل مباريات الدوري من وجهة نظري فيها أخطاء تحكيمية. الفرق تستفاد أو الأندية تستفاد بالأخطاء التحكيمية في بعض المباريات وتؤثر عليها في بعض المباريات، لكن الأخطاء التحكيمية الفجة قوي كانت في مباراة بيراميدز وسموحة، ووقت بدل ضائع زاد قوي عن حده، المفروض 5 دقايق وبيراميدز جابت جون، وقصة كبيرة جدا وضربة جزاء لسموحة، وبعدين المفروض طرد للاعب بيراميدز. يعني قصة كبيرة في هذه المباراة، يعني تحتاج لوقفة من أندية الدوري المصري. مش مجرد بس إن الأهلي بيطالب الاتحاد الكرة والرابطة بإن هو يوفي بعهده إن هو يجيب خبير أجنبي والكلام ده، ولكن يجب إن فرق الدوري كلها، الفرق اللي اتضررت والأندية اللي هي شافت إن هي اتظلم التحكيميا، المفروض إن هي تقف وقفة إلى جانب النادي الأهلي. كل الأندية تقف مع بعضها وتجبر اتحاد الكورة وتجبر رابطة الأندية إن هو باستخدام الخبير الأجنبي فورا. وأنا أتمنى شخصيا أن يكون مع استخدام الخبير الأجنبي يكون هناك أيضا انتداب لمثلا مجموعة حكام، على الأقل على الفار، وحكم أو حكمين ساحة، يعني يبقى دايما في المباريات الحساسة. واعتقد ان كل المباريات دلوقتي بقت مباريات صعبة بنظام الدوري الجديد ده. يعني كل المنظومة كلها صعبة وكل الأندية بتتظلم. فأتمنى ان الأندية كلها تتكاتف من أجل ان هم يضغطوا شوية على اتحاد الكورة ان هو يجي خبير أمين. طبعا بالنسبة للحكام المصريين اعتقد ان واضح جدا ان مستوى هزيل جدا للتحكيم، والحكام المصريين سواء على الفار او حكام ساحة يعني اخطاء تحكيمية فجة. الله أعلم بقى هي مقصودة أو غير مقصودة، ولكن ده مش موضوعنا. ولكن مستوى التحكيم المصري سيء جدا جدا ولا يعتمد عليه. أنا راجل عايز أسس تحكيم من الأول وأجيب خبير أقول له اعمل لي منظومة تحكيم كويسة في الدوري المصري.